السلام عليكم حبايبي الحلوين، صباح الفل عليكم. وما زلنا مكملين ديت الجزء التاني من سوق الحد. انا نزلت الجزء الاولاني، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. احنا هنا دلوقتي في جراج الوكالة. ما خرجناش منه. زي ما انتوا شايفين كده. في اول الفيديو انتوا شفتوا الحلة ديت اللي هي بتحتفظ بدرجة حرارة الاكل او لحاجة تاني، فياريت اللي يعرف يكتبلي في التعليقات هي ولا مش هي. الفرشة ديت كانت جوه الوكالة، قصدي عفوا جراج الوكالة. وفي أجهزة، الفرشة دي عليها أجهزة، وممكن تجربوا الأجهزة هناك. طبعا عارفين الأسعار بتبقى متفاوتة، يعني كل حاجة لها سعر. احنا ماشيين الفيديو مع بعض خطوة بخطوة، هنسد الفيديو مع بعض. وإن شاء الله المرة الجاية هجيب لكم بقى الطريق من أول ماسبيرو وزكي السماك، وهنمشي خطوة بخطوة بقى لغاية ما توصلوا لجراج الوكالة. الناس اللي ما تعرفش توصل لجراج الوكالة، عشان الناس اللي بتشوفني أول مرة تعرف المكان. وكان في ترمسات شاي زي ما انتوا شايفين كده، يعني كانت فرشة فيها حاجات كويسة. وهنا الأطباق ديت الصيني، مش عارفة بقى كان عنده بورسلين أو لأ. يعني أنا شايفاه قدامي صيني، ممكن يكون عنده بورسلين الطواجن ديت. بس مش عارفة بقى البورسلين، انتوا عارفينه انواع يعني. هو احسن بورسلين هو بتاع فتحي محمود، اللي هو بتاع اسكندرية، عشان تكون عندكم خلفية يعني. بيبقى الخامة بتاعته بتبقى نظيفة وجميلة، حتى لو غالية شوية بس بتبقى الخامة كويسة. وهنا الست بتاعت المعالق دي كانت قاعدة أول جراج الوكالة، قبل ما تدخل الجراج قاعدة قدام باب الجراج بتاع الوكالة. عندها الأسعار متفاوتة، عندها التلاتة ب10، وعندها الواحدة ب7 كبيرة. دي المعالق ديت بتبقى بواقي، ممكن بواقي الفنادق، ممكن بواقي المحلات، الله أعلم. بس هي شكلها يعني تبقى ايه، ممكن تكون بواقي الفنادق والكلام ده كله، عشان بيجددوا بصفة، ممكن يكون بيجددوا بصفة مستمرة. وعندها ال4 ب10، فالأسعار جميلة جدا. يعني في المعالق اللي هي ام7 جنيه ديت، كانت تقيلة جدا وكبيرة، يعني أحجام كبيرة عن اللي هي الأحجام اللي هي أم 3 ب10 و4 ب10. وكان عندها ممكن تلاقيها ب5 برضو. فالأصل كل حاجة ولها سعر. وهنا الحاجات ديت اللي هي الفردانية ديت، ممكن تمشوها بواقي فنادق، آه بتاع دوت يعني محلات، مثلا كافيتريات، الله أعلم برضو. اللي عنده خلفية برضو يكتب لي في التعليقات. أنا بجيب لكم الصورة الحية اللي احنا بنصورها. فالتحليلات دي بقى كل واحد ايه بيبقى شايف الحاجة ديت غير التاني، الحاجة دي بتبقى جاية منين غير التاني بقى. وهنا كان في كوتشيهات. وهنا هرم دوت جوه جراج الوكالة، دايما بيبقى زحمة، علشان بتبقى عنده الحاجة بيطلعها. آه اللي هي البنات، تحسوها ان هي البنات اللي مشابهة للكريمة، يعني البنات اللي هي كويسة، فعشان كده بيبقى زحمة عليه. وهنا الشنط ديت ب50 جنيه، بس هرم ده على طول زحمة عليه، عشان أسعاره رخيصة جدا، 25 في الرينج دوت. وفي حاجات تحسوها ان انتوا جايبينها من محل، فعشان كده الناس بتبقى ايه واقفة عليه. هنا الست دي برضو بتاعت الشنط. احنا جوه جراج الوكالة، لسه مكملين السرد جوه جراج الوكالة، ما طلعناش من جراج الوكالة. وكانت في ناس بتشتري، كان بيقولوا احنا جايين من النت. كان عندها اي شنطة ب50. وهنا الجزم ديت جديدة.
بس مش فاكرة صراحة قالت لي ب100 ولا أقل. الصراحة مش فاكرة السعر، لأن شكلها جديدة بصراحة. ما قلبتهاش هنا عند شنط مرات عم أبو رمضان. عندها شنط صراحة، كانت حبة شنط الحد دوت اللي أنا صورت فيه. شنط جميلة جدا، انتوا شايفين طبعا الأشكال. عندها الشنط شبانات مميزة، يعني تحسوا الخامة، يعني حتى لو غالية شوية بس عندها شنط مميزة. وعندها الشنط اللي ممكن تسافروا بيها رحلة يوم كده يعني. عارفين طبعا الواحد بيبقى ماسك الكاميرا في ايد ويفرجكم بايد، فعلى قد ما بقدر بحاول افرجكم. هنا عند قصر النورس. هي هي قاعدة، المحل ده بيبقى قافل يوم الأحد. ده من ناحية الكورنيش، يعني خلاص سيبنا جراج الوكالة. وهنا الفرشة دي برضو قاعدة جنبيها، جنب مرات عم أبو رمضان. الفرشة دي برضو عليها حاجات فردانية حلوة جميلة. وهنا احنا هنا برضو عند ناحية الكورنيش سي سنتر. هنا بتوع القماش بقى، هنا عند البنك. هنا هو ده بتاع القماش، أول الممر قبل ما بتدخلوا ممر الشبكة، اللي هو فيه بواقي الفنادق والأوتيلات والحاجات دي كلها، والستاير والبلكونات والكلام ده كله. هنا برضو كان عنده ستاير برضو جاهزة ب150 برضو. وعندهم القماش، هنا القماش بيبقى متراوح بقى، في ب40، في ب50، في ب55. في طبعا الجبلان دوت، بس بيبقى قدام بقى الجبلان ده بيبقى معدي بقى، يعني في ب100. ممكن أغلى من 100 شوية كده يعني. ممكن كان في مرة فرشة كانت واقفة بالبواقي بتاعة الجبلان دي. طبعا كانت رخيصة بس من فترة يعني. عارفين طبعا الأسعار كلها ولعت دلوقتي، ربنا يرحمنا. اللي عاوز قماش لتنجيد انتريه، لتنجيد ركنات، يعني في كل حاجة، لتنجيد مراتب. يعني القماش اللي انتوا عاوزينه هتلاقوه، لان بيبقى قماشات في الممر دوت بيبقى المحلات قافلة يوم الأحد ما بيفرش مكانها. فهتلاقوا قماشات كتيرة جدا. احنا هو ده هنا بقى ايه عند اللي هما الستاير والمخدات الفايبر والكلام ده كله، اللي هو في ممر الشبيكة وقياس للحفا والكلام ده كله. كان عندهم اللي هو بواقي اللي هي للحفا بتاعة الفنادق، بس ما كانش عنده. كانت في ناس جاله من 6 أكتوبر بس ما لقوش عنده. قالوا لها هات رقم التليفون عشان لما يجي لك وكده. بس كان عندهم الأسعار حلوة برضو، حاجتهم تاخدوها وانتم مغمضين، الحاجة باين عليها هي غسيل وفرش. وعندهم ملاية لحاف الكبيرة ب100 والصغيرة ب60. والطقم من دوت مش عارفة 12 قطعة ولا 10 قطع أو أقل حاجة زي كده ب75 جنيه. وعندهم ده ب75. وفي ب100 وشوية اللي هو القماشة اللي عاملة زي الكفر اللي هو عامل زي الفوطة دوت. الفوط عندهم متراوحة بقى. هنا ده كان ب100 الكبير، والصغير كان ب75. ده يسموه زي ما تسموه، يمشي كفر مرتبة، يمشي مفرش سرير. كل يعني كل حد على حسب التاني. ممكن واحدة تاخده مفرش سرير، ممكن التانية تاخده كفر مرتبة كده، يعني على حسب الايه المكان اللي انت عاوزاله الحاجة احتياجاتكم يعني. الفوط عندهم هنا ب35 ب45. البشكير الكبير ب100. حبايبنا لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسوناش باللايك والاشتراك علشان القناة تكبر. احنا مش عاوزين حاجة غير الدعم المعنوي بالاشتراك واللايك، تقديرا لمجهودنا يا حبايبنا. احنا طبعا عارفين حبايبنا يعني ناس ذوق جدا، حتى في تعليقاتهم برضو لما بيكونوا عاوزين رقم تليفون. عندهم الفوط هنا ب10.
الحمرا دي مش عارفة كانت ب10 ولا ب15، في الرينج ده. دي ب10. الحمرا ديت ممكن تاخدوها لتغطية العجين، لتنشيف مثلا الكاسات والكوبايات، يعني ليها كذا استخدام. هنا خدت لقطة الفساتين ديت، جاي محل برضو عندهم، بس المحل ده كان بيبقى قافل يوم الأحد. سألتهم قالوا لا، ده بيبقى قافل يوم الأحد، فاتح كل الأيام بس قافل يوم الأحد. الشارع ده هتلاقوا منه فساتين أفراح للأطفال كتير، يعني كذا حد بيبيع. بس يستحسن ما تروحوش يوم الأحد للي عاوز فساتين الأفراح للأطفال. الوكالة من زمان مشهورة بالفساتين الأفراح للكبار والأطفال كده يعني. محلات فيها سواريهات. هنا القمصان ديت بحوالي 100 جنيه. ممكن تفصل معايا، بس أنا ما بنزلش قوي يعني. انا كنت بصور الجديد كان ب75. فاللي هيروح بقى يشوف بقى مستعمل او جديد. هنا برضو في ممر الشبيكة. احنا في ممر الشبيكة. احنا في اول الفيديو كنا في جراج الوكالة، وبعد كده رحنا عند الوكالة من ناحية الكورنيش. الفيديوهات القادمة ان شاء الله هصور لكم بقى ايه، احنا بنطلع ازاي والدخلة ازاي كده يعني، الطريق، عشان الناس اللي اول مرة تيجي وكده، اللي تيجي عاوزة تروح الوكالة تبقى عارفة هتيجي من انهي اتجاه. ان شاء الله اصور لكم من عند ماسبيرو ولحد زكي السماك، ومن زكي السماك لحد جراج الوكالة. نحيانا ربنا وكلنا عمر في ربنا يعني، في العمر بقية. وجوه جراج الوكالة ايه، وهنطلع من جراج الوكالة بقى على الكورنيش. يعني في جنينة كده مفتوحة، هتطلعكم بدل ما تلفوا، لا هتطلعكم بقى ايه، يعني اختصارا للوقت والمجهود. يوم الأحد انتوا عارفين بقى يوم السوق والناس بتبقى تعبانة. فهبقى اصور لكم بقى هطلع من الطريق ازاي، اللي انتوا تروحوا على ممر الشبيكة من ناحية الكورنيش بإذن الله يعني. وتعالوا بقى اوريكم الستاند دوت. كان اي بنطلون ب100 جنيه، بنطلون جينز. وفي انواع تانية غير الجينز. فاللي حابب بقى يشتري يعني ايه، عاوز بناطيل جينز وكده، تكون خامة حلوة وسعر مهاود، في ممكن ارخص برضو. وهنا الستاير، الستارة ديت كانت بكام اهو، المتر من ده ب45. ده قماش وبتفصل هناك برضو. اللي حابب يشتريها جاهزة في عنده، واللي حابب يشتري قماش ويفصلها له عنده برضو. هنا الفساتين دي بتاعت الأطفال كانت حوالي ب65 جنيه. آه ناحية ممر زهران، بعد ما سيبنا بقى ممر الشبكة وعش النخلة، طلعنا على ممر زهران. الممرات ورا بعضها. الفساتين دي يا بنات كانت تحفة برضو، ب65 جنيه، مش غالية. بس انا كنت على قد ما بقدر بحاول اوريكم. انتوا عارفين طبعا الاستندات بتبقى مليانه، في استندات مليانه. فالواحد على قد ما بيقدر بيفرجكم. يعني في فساتين حلوه تنفع خروج برضو. تنفع لو عايز مثلا في البيت حد جاي وعايزه تلبسي مثلا بنوتك، يعني حاجه كويسه وكده استقبال، تنفع برضو. ولو بتروح حضانه برضو، مش بتلبس اليونيفورم بتاع الحضانه برضو تنفع، شغاله برضو، مش هتقول لأ. بس انا هنا مش عارفة اجيب لكم يعني كل قطعة. انتوا عارفين طبعا يوم الحد بيبقى يوم مرهق، لان بيبقى الجولة تبقى طويلة. فانا على قد ما بقدر بصور لكم وكده. انتوا عارفين طبعا الكاميرا، يعني التليفون بيبقى في ايد وفرجكم بايد. فكويس ان احنا يعني ايه، على قد ما بنقدر
بنحاول نجيب لكم الصورة. هنا الحاج الطيب دوت كان واقف قدام جراج الوكالة قبلها بحبة كده، كان بيفرج الناس على مكوي شعر كانت عاوزة تشتري. انا سبتهم صراحة، مش عارفة اشتريت ولا لا، بس وعنده استشوارات. هو راجل طيب صراحة. وهنا الاكسسوارات ديت برضو، لا برضو في ممر عش النخلة برضو. وهتشوفوا معايا الكفرات اللي هي بتاعت الانتريه والركنة والكلام ده كله، الطقم على بعضه. برضو في الممر برضو احنا مطلعناش منه عش النخلة. طول ما انتوا ماشيين فيه هتلاقي يعني هيعزفكم حاجات، بواقي الفنادق، وفي برناصات وفي ملايات. غير المسار عنده برضو في ناس تانية، الممر ده بيبقى مليان يوم الحد. هنا اكياس المخدات. بس صراحة مش فاكرة السعر كان ب12 ولا ب15. صراحة مش فاكرة السعر يعني بصراحة. اكياس المخدات يعني اللي عنده ملاية كمان كياسة ضيقة، اللي عنده ملاية وعاوز اكياس هتلاقوا في الوكالة جاهز على اللي يعني على التلبيس على طول. مش لسه هتشتروا قماش والكلام ده كله، لأ. الحلو في كده ان انتوا يعني الحاجة جاهزة هناك، هتوفر عليكم. الجولة مليانة ولو وصلتوا معايا لحد كده حبايبنا ما تنسوناش باللايك والاشتراك، بعد كده عليكم تاني. وهنا برضو زي القماش اللي شفتوه برضو، قماش الستاير الجلد. هنا الحلو في الجلد بقى القماش اللي لو بلكونة كبيرة يعني بتتحكمي في القماش، انت بتتحكمي في القماش. غير الجاهزة يعني ممكن 3 في 3، ممكن 2.5 في 2 يعني كده يعني. لكن انتي لو عندك بلكونة كبيرة عاوزة لها قماش كتير، فبتتحكمي في الأمطار. ولو بلكونة صغيرة برضو بتتحكمي، يعني بتبقى يعني زي ما بيقولوا العصاية بتبقى في ايدك انتي يعني التوازن ليكي انتي في الحاجة اللي انتي عاوزاها. وهنا برضو ملايات، برضو في الممر برضو ممر عش النخلة. وعنده كوفرتات برضو، كانت الناس واقفة بتشتري يوم الحد. كان عنده حاجات حلوة وأشكال حلوة. وإن شاء الله زي ما وعدتكم الفيديو الجاي هيبقى الطريق، عشان الناس اللي مراحتش تكون عارفة تيجي ازاي اتجاه ايه. ولو جاية من ماسبيرو يعني او جاية من ناحية الكورنيش على حسب الاتجاه اللي جاي منه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.